بس في قبل ما اروح طبعا معايا المستشار سامر ابو الخير، طبعا كان رئيس لجنه الانضباط والاستقال منها، عنده طبعا مداخله مهمه، ولكن عايز اقول لكم بس الناس في تحامل جامد جدا على شيكابالا. شيكابالا ما هو عمل ايه لنادي الزمالك ولا عمل ايه البلد وعشان يقعد يعمل ما اعرفش ايه؟ هو شيكابالا يعني انا اقول لكم حاجه بسيطه جدا. شيكابالا خد الدوري مع نادي الزمالك مرتين، وخد كاس مصر مره، وخد كاس السوبر الافريقي مره مع الوداد، وخد بطوله الامم الافريقيه مع منتخب مصر في 2010، وكان هياخدها في 2008 فاكرين في غانا، لولا ان هم تم ايقافه بسبب موضوع باوك، ولعب في التصفيات مباراه موريتانيا. يعني الراجل وبعد كده يقول لك عنده 26 سنه، الراجل مواليد 87 يعني عنده 23 سنه، 23 سنه دي خد كاس خد كاس خد 2 دوري، خد كاس وخد 2 دوري، وخد كاس السوبر الافريقي، وخد كاس مصر. في ناس نجوم العالم ما خدوش القصه دي. هقول لكم مثال عشان الناس مش عارف ليه متحامله على شيكابالا. شيكابالا عنده 23 سنه، مين نجوم مصر؟ طب اقول لك بلاش، مين نجم نجوم مصر؟ ابو تريكه. ابو تريكه نجم نجوم مصر. ابو تريكه مواليد 78، انضم الاهلي 2004 2005، يعني الكلام ده اقول من 6 سنين. هو عنده 32 دلوقتي، شيل 6 سنين بقى عنده كام؟ 26. اما جه النادي الاهلي وعنده 26 سنه ما كانش حاصل على ولا بطوله. بركات اما جه من الاسماعيلي الاهلي ما كانش واخد ولا بطوله غير اعتقد بطوله الدوري مع النادي الاسماعيلي. بس ابتدى تاريخهم من بعد 25 و26 سنه. فبالتالي يا جماعه ايه الحمله الشعواء اللي هي على شيكابالا دي؟ الراجل عنده 23 سنه واخد كاس واخد 2 دوري وكاس سوبر وكاس مصر. يعني انا مش يعني الكابتن حسن شحاته مدير الفني لمنتخب مصر ما خدش كاس يعني انا يعني انتوا ايه الحمله دي؟ انا مش عارف. طيب على العموم معانا طبعا سياده المستشار سامر ابو الخير، طبعا رئيس لجنه الانضباط السابق. سياده المستشار ازي حضرتك؟